السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا 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 جدا. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم لانه بصراحه حلو جدا وبسيط وكمان طعمه رائع. الناس اللي ما بتعرف تشوي على الفحم، والناس اللي ما عندهاش حاجه اصلا تشوي فيها كمان. في ناس كتير بيبقى نفسها قوي في اللحمه المشويه، وكمان بينعوا هم بقى توليع الفحم والمكان اللي هنشوي فيه، والمكان مش متاح والكلام ده. انا جبت لكم النهارده شوي اللحمه على البوتاجاز من فوق، وبدون نولع فحم وبدون دخان كتير وبدون عطلة كتير. هنعمل بقى اللحمة المشوية النهاردة على البوتاجاز وبطريقة سهلة خالص. اي كمية لحمة انتوا عايزين تعملوها، سخنوا مية هنحط فيها كل المواد المنكهة بتاعتنا. حطيت بصل وورق لورا وحبهان وقرنفل، واول ما غليت سلقت اللحمة بتاعتي. هنسلق اللحمة 3/4 سوا، هخلي فيها سنة كده جامدة شوية. تمام، يعني مش هسويها سوا كامل علشان لما اجي اعمل لها الخلطة تستوي في الخلطة كمان. طب الخلطة معايا النهاردة عبارة عن ايه؟ عبارة عن معلقة من الباربيكيو، ومعلقة من الدبس الصويا صوص، وعبارة عن معلقة من الهوت صوص. يبقى باربيكيو وصويا صوص وكمان هوت صوص. الهوت صوص ده اختياري، هو مش طعمه حراق، بس يعني هو مش حراق اوفر سبايسي قوي، لكن فيه نسبة تسكيرة كده حلوة قوي. كمان معلقة كاتشب، ولو ما معلقة صلصة، ولو ما عندكيش تقدري تحطي معلقة كاتشب. التوابل: ربع معلقه صغيره فلفل اسمر، ربع معلقه صغيره بابريكا، ربع معلقه صغيره كاري، ربع معلقه صغيره كمون، ربع معلقه صغيره سبع بهارات، رشه كزبره ناشفه، وشويه من الملح حسب الرغبه، معلقه من الزيت، رشه زعتر، رشه روزماري. عايزه اقول لكم دايما زي ما بتقول لكم اشتروا الصوصات وخلوها في باب التلاجة دايما، كمان اشتري الزعتر والروزماري او ازرعيهم في البيت، بيدوا نكهه حلوه قوي قوي قوي. كمان هنبدأ بقى ننزل نحط معلقة زيت ونقلب كل الخلطة دي مع بعضها. ريحة الخلطة دي تقدري تعمليها في تحمير فراخ، تقدري تعمليها في شوي على البوتاجاز برضو التحمير العادي، او في الفرن تقدري تعمليها مادة ملمعة للبط وللوز داخل الفرن برضو لما تيجي تحمريه. هقلب كل ده مع بعضه واسيبه لمدة 5 دقايق كده في التتبيلة، واجيب طاسة بدون ما احط فيها اي حاجة، ولا هحط زيت ولا هحط سمنة ولا هحط اي مادة دهنية خالص. هنزل بكل اللحمة اللي عندي بالتتبيلة اللي عندي. بصوا في صوت كده، انا والله ببقى نفسي احط لكم الصوت اللي انا بقصدي عليه، اللي هو عارفين انتوا الصوت ده؟ كده اللحمة خدت صدمة، فاحنا عايزين الصوت الحلو ده نسمعه. انا ما بعرفش، لازم الغي الصوت بالنسبه لي في المونتاج علشان صوت الاطفال عندي، وعندي بنوته صغيره طبعا كله عارفها، فصوتها يعني ربنا يسامحها يهديها. بدأت بقى ان انا اشوح اللحمه كده، وكل 5 دقايق اغطيها. هي بالظبط خدت من 10 دقايق لربع ساعة. بقعد اقلب النار على وسط، يعني لما الطاسة سخنت جامد ونزلت باللحمة بدأت ان انا اوطي النار، وبدأت ان انا اشوحها يمين وشمال تتحمر معايا، وكل شويه اغطيها عشان تبقى جوسي كده وطريه زي ما هي. الكوستر ده حلو قوي من عند ريهام. تسلمي يا حبيبتي على الكوستر الحلو ده. مخلي كده شكل الطبق شيك وحلو قوي بجد، فشكرا جدا على على الكوستر الحلو دوت. هحط لكم لينك الجروب بتاعها في اول تعليق مثبت، عشان تقدروا ان انتوا تخشوا على البيج بتاعتها وتختاروا اي حاجه انتوا عايزينها. بجد حاجتها حلوة قوي، ومش اول مرة استخدم حاجتها. الكوستر مدي شكل حلو كده تحت الطبق. حتى لو انتي مش يوتيوبر، او حتى لو انتي مش بتصوري، شكل الاكل مهم جدا لضيفك لزوجك لاولادك في البيت. فتقدري ان انتي بحاجة بسيطة زي كده. هو ما كانش غالي، كان سعره 35 جنيه، فسعره كان حلو قوي وخامته كويسة جدا، وبجد زي ما انتم شايفين مدية تاتش حلو كده في قلب التصوير. فشكرا يا ريهام على الحاجات الحلوة اللي انا جاي دايما باخدها منك، وشكرا على الخامات الحلوه والاسعار الحلوه اللي انتي دايما بتقدميها. يا رب دايما يا حبيبتي كده يكون جروبك وحاجتك دايما في اعلى، يعني تكون حاجات كده مميزه وتكون حلوه قوي. هبدا بقى ان انا ارص اللحمه، حطيت كده رشه من الخضره. انا حطيت خضره كتير عشان احس بطعم اللحمه وشويها. فعلا الطعم حلو قوي. لو عندك فحميه تقدري تولعيها وتدي تيست الفحم الحلو ده. بس انا ما كانش عندي بصراحه، فاستكفيت بكده. طعمها حلو جدا، التتبيله والشوي مدينه طعم خطير. اتمنى تجربوا الوصفه، واتمنى لو لسه بتتفرجوا عليا ما تنسونيش تحطوا اللايك، وكمان تشتركوا في القناه لو مشتركتوش. لو بتتفرجي على الوصفه دي على الفيسبوك اعملي شير للوصفه عشان الكل يستفاد منها. كنت معاكم الشيف اليوتيوبر هبه شيحه من قناتي على اليوتيوب مطبخ هبه شيحه.
دمتم بألف خير وربنا يديمكم نعمة في حياتي، ويا رب اكون دايما عند حسن ظنكم، ويا رب اكون دايما في استمرار معاكم في الفيديوهات وما كسلش. تعليقاتكم الحلوة هي اللي دايما مشجعاني. سوى اللحمة كان حلو جدا، وقد ايه هي كانت فعلا طرية وكملت سواها في التتبيلة وفي الشوي، فعشان كده كنت قلت لكم في الاول خلوها 3 ارباع سوا. دمتم بألف خير، واسيبكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.